القصة دي حقيقية وحصلت سنة 2012. كان في بنت كانت دايما متفوقة في دراستها، وكانت معروفة بين قرايبها بهدوءها وجمالها. وبعدين البنت دي دخلت كلية ممتازة جدا، لكن لسوء حظها إن كان في عميد متعصب جدا وبيكره المسيحيين، وكان أي حد لابس صليب بيخبيه قدام العميد ده، وكل ما يشوفوه يمشوا من الناحية التانية. لكن البنت دي كانت دايما بتقعد في المدرج الأولاني، وكان ليها طلة مميزة وهي لابسة الصليب. ولما شافها العميد جالها واستفزها بالكلام عن الصليب، وقعد يقول لها إنه عار لأي حد إنه يلبسه. وهنا وقفت البنت بكل هدوء وقالت له: أشكرك لأنك فكرتني بخطيتي، وأنا لابسة الصليب ده عشان ربنا يتحنن عليا ويسامحني. وأول ما العميد سمع كلامها قعد يضحك جدا، وبعدين راح قال لها بطريقة مستفزة: طيب هنشوف هيعملك ايه صليبك ده وإيمانك. ومشي من قدامها وهو بيضحك، وخلى كل الطلبة يتريقوا عليها. وبالليل راحت البنت دي للكنيسة لأنها خادمة في مدارس الأحد، فطلب منها واحد من الخدام إن هي تجيب 99 صليب. فالبنت استغربت وسألته: ليه؟ اشمعنى 99؟ قال لها: بكرة عيد الصليب، وفي 99 طفل يتيم ومش معاهم أي صليب يلبسوه في العيد. فتحمست البنت جدا وجابت 99 صليب يوم العيد، وكانت فرحانة جدا. وتاني يوم قبل ما تروح الكنيسة راحت الكلية وقعدت في نفس المدرج، وكان العميد بيسأل أسئلة شفوي ويدي عليها درجات. فراح جالها وهو مليان غضب من الصليب اللي هي لسه لابساه، وراح قال لها بكل عجرفة: أنا مش هسألك أسئلة، أنا هديكي درجات بحسب عدد الصلبان اللي معاكي، وأنا شايف صليبين بس، واحد على صدرك والتاني على ايدك. فقامت وقفت البنت وفتحت الشنطة اللي معاها وقعدت تخرج كل الصلبان اللي كانت جايباها للأطفال. فالعميد تنح واستغرب جدا، ما كانش عارف يرد، لكن عشان ما يرجعش في كلامه قدام كل الطلبة راح اداها على مادته 101. وبعدها ما تجرأش ولا فتح بقه مع البنت دي تاني أبدا. وفي الكنيسة شاركت البنت الأطفال بعيد الصليب، وقعدت تقول: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. قد إيه ربنا بيحبنا وبينقذنا كتير من تجارب وضيقات وإحنا ساكتين، وإن قوة الصليب مش موجودة في السلسلة اللي على صدرنا ولا على اللي في إيدينا، لكن موجودة في قلبنا، وإننا نكون فخورين بيه في كل وقت وفي كل مكان عشان ينقذنا من تجارب الشياطين. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.